مالك مكتبي وعلى موقع البرنامج الإلكتروني. ميرنا، مساء الخير ميرنا. ميرنا، حلقة الليلة بتسلط الضوء على علاقات متوترة بين الأم وبنتها، لوين وصلت العلاقة بينك وبين أمك؟ جفا كتير قوي. كتير بعاد عن بعض. لأي حادثة وصلت؟ الخيانة. لما الأم بتخرب بيت بنتها، بتاخد عريس بنتها. يعني أنا كنت على باب زواج وهي حبت هذا الشخص وأخذته. عم بتقولي أمك أخذت عريسك؟ هيدول تكهنات؟ لا أو لا واقع، وشفت هذا الواقع. ما كنت قبل فكر بهذا الشيء إنه ممكن يصير. قلتي لي واقع. كيف شفتي هالواقع؟ شفته بعيوني، شفتهم اثنيناتهم. أمك وخطيبك؟ قبل قد ايه من زواجك اكتشفتي خيانة أمك؟ 7-8 أيام. 7-8 أيام كنت جاهزة إني أنقل عبايتي. شفتهم مع بعضهم. شو صار؟ هو عم يبعدني عن البيت، ما بده إياني أنا أجي على البيت. إنه ما عرفت ليش، فقلت أنا بدي أروح، ما بعرف في شيء. قال لي روحي. ليه كان عم بقول لك ما تروحي على البيت؟ عشان هي بدها تكون بالبيت. قال لي ما تروحي، إنه أنا مش بالبيت، أنا طالع على جنوب، ما في حدا، شو تروحي تعملي؟ بتضلي بالبيت، وبرات البيت هيدا ما بتظهري. أي بيت؟ بيت الزوجة؟ لا، بيت أهلي. إنه أنا ما أظهر من البيت، لا أروح على بيتي اللي أنا عم جهزه، ولا أظهر برات البيت نهائيا، ليطلع هو ويرجع. وليه أنت رحتي؟ ما بعرف نهارها ليش رحت، بس بعرف إني رحت. صممت إني روح، ما كنت أعرف ليش. ورحت وشفت السيارة تحت. لما شفتها قلت خلص بدي أطلع، إنه شوف ليش. إنه قال لي ما تجي، إنه لما هو هون ليه ما بده ياني أجي. وطلعت، فتحت الباب وفت لجوا وفت على اوضه النوم وشفتهم مع بعضهم. كانوا بغرفتكم الغرفه الزوجيه؟ ايه، انا البيت اللي انا بعد ما فت عليه، يعني فستاني معلق اللي كنت انا بدي البسه. فستان العرس؟ حتى الفستان ما ذكرها فيي، ما في شيء ذكرها فيني ابدا. فكرت بنفسها. ايه هيك فكرت بحالها. لما شفتي هيك مشهد قدامك قدرتي تحكي؟ قدروا يحكوا؟ لا ما قدرت احكي. انا ما قدرت احكي شيء، وما عرفت حالي كيف هربت. هن حكيوا شيء؟ لا ما حكيوا شيء، ولا انا حكيت. ما كان عندي الجرأة اني احكي، بس قلت لهم وقتها انه هن اثنيناتهم ما بيهموني، وبعدت. كان صار لكم قد ايه خاطبين انت وياه؟ شيء قريب السنتين تقريبا. كان الزواج عن حب انت وياه او زواج تقليدي مدبر؟ لا، مش ما كان فيها الحب. يعني انا بعدين صرت اتعود عليه، صرت احبه لانه كان اكبر مني شوي، بس ما كان فيها الحب. وكانت امكانياته ووضعه المادي كثير منيح. يمكن هذا اللي شجعها، انه وضعه المادي كثير منيح، وهي انسانه بتحب ماديه، عندها حب المال، عندها حب السلطه. قبل ما احكي عن الام بدي احكي اول شيء عن خطيبك. كان في اي اشارات بتدل انه خطيبك مش مبسوط معك، انه خطيبك ما بده يكفي، انه في علاقه مع انه لا في لا علاقه؟ لا، ولا مره كنت انتبه لهيك اشياء او حط ببالي انه ممكن نوصل لهي الامور. بس انا انه كنت انه لاحظ بالبيت مثلا انه هي مثلا بتلبس قصير، بتلبس هيك، انه اقول انه انا عيب مثلا، انه ما المفروض ينلبس قدامه هيك. بس ما كنت اخذ المواضيع لابعادها انه توصل لهون. يعني ليه برايك خانك؟ انا كنت وقتها ولد، يعني ما كنت واعيه كثير، ويمكن هو بده شيء انا ما بقدر اعطيه اياه. يمكن لاني كنت طفله وما كنت اعرف بكثير امور. كان اقرب لعمرك او لعمر امك؟ لا، لعمرها. شو عطته هي وانت ما كنت تقدري تعطيه؟ كثير اشياء. يمكن لما كان يقعد معي كان يحس انه قاعد مع طفله، مع ولد. يقول لي مثلا شو بدك جيب لك؟ قل له بدي بيضه مثلا فيها لعبه، بدي اروح على الملاهي، بدي هيك. هذا كان تفكيري. بيك وين كان؟ انا لما جيت حكيته قال لي انا ما فيني اعمل له شيء، لانه ما فيني احكي معه، لانه هو كان كثير هيك انسان شفاف وبسيط. ما كان يقدر يحكي، ما كان يقدر يحكي بشيء. كيف كانت علاقه امك ببيك؟ كمان قلت لك ضعيف الشخصيه هو كان كثير، انه ما بيمون على شيء ولا اي شيء. وانت كيف كانت علاقتك ببيك؟ كثير حلوه كانت.
هي يمكن العلاقه اللي كانت بيني وبينه هي يمكن اللي وصلت الموضوع لهون بيني وبينه. اف. انه كان يشوفني، هي كانت كثير قاسيه على فكره، كانت ظالمه، كانت تضرب. كنت كثير صحبه انا وياه، اظهر انا وياه. اذا في مشوار حلو يقول لي انزلي ما تخلي حدا يحس عليكي، اذا بده يعطيني يجيب شيء يعطيني بالسرقه مشان هي ما تشوفني او تاخذهم مني مثلا. اي تداعيات لهالعلاقه المنيحه بينك وبين بيك كان على الام؟ ولد نوع من الغيره، انه هي حتصير هي كل شيء، حصير كل شيء انا بالبيت اذا بضل الوضع هيك، انه البي يسلمني كل شيء. قلت بدايه في غيره، غيره من شو تحديدا؟ من كل شيء. من شو ام بدها تغار من بنتها؟ من كل شيء بتغار اول ما ببلش توعى، اول ما ببلش يصير جسمها حلو تصير هي حلوه، اول ما ببلش تلبس وتظهر وتصير يلبق لها اللبس ويطلع عليها حلو، او حدا يشوفها ويقول لها هذا الشيء حلو عليكي. لما بتصير تقدر مثلا تظهر مع رفقاتها يمكن هي ما تقدر تروح، ما تقدر تجي. لما البي مثل بابا كان يعاملني منيح، كان يقول لي مثلا اي شيء بدي اياه، ما كان يقول لي لا. انا امتى بلشت احس انه هي بتغار؟ اول ما بلشت هيك شوي اوعى واظهر واتعرف ويصير لي اصحاب. جيت على البيت كنت لابسه شورت، قالت لي انت لا ما تلبسيه، انه انت ناصحه جسمك مش حلو، بيلبسوه ضعاف. روحي اشلحيه عيب وما عيب، بلشت تعيط فشلحته انا وعادي، انه ام بتنبه على بنتها يعني. فلما رجعت لقيتها لبسته كثير تفاجأت. بعدين صرت اعرف، صرت افكر انه ليش هي هيك. مستحلته عجبها اخذته هي تلبسه. فهي من النوع كثير، انا ما بعرف، عم لاحظ انه كل الناس حتى هي ما بدهم يكبروا، الاميات ما بدهم يعترفوا انه هن عم يكبروا، ما بدهم يعترفوا انه هن عن جد كبروا، انه هن عن جد اولادهم تجوزوا، انه هن عن جد صاروا، انه هي صارت تيتا صار عندها اولاد. ما بدهم يعترفوا، بعدهم بيروحوا بدهم يظبطوا حالهم وبدهم يشدوا جسمهم وبدهم يلبسوا وبدهم يتزنطروا، وما بدهم يقولوا انه فلان بنتي. تستحي تقول انه فلانه بنتي، بتسالها عن عمرها بكون عمرها 60، بتقول عمري 40. ما بدهم يكبروا، ما متقبلين فكره انه هن يكبروا. اذا بدي ارجع على الحادثه اللي صارت، هي كانت فقط امراه عم بتعبي فراغ رجل مش موجود بالنسبه لها، يعني بيك، او كان هدفها بنتها وانت واذيتك انت تحديدا؟ يمكن يكون عندها اثنين، يمكن يكونوا اثنيناتهم، انه هو عجبها من ميلي وبدها تعبي الفراغ، ومن ميلي ثاني انه هو وضعه منيح، يمكن بكره تعيش احسن مني وتصير احسن مني، لا ما بدي خليها، لانه هو كان وضعه المادي كثير منيح. هلا هي اكثر من انه تكسرني ما فيها تعمل شيء، بس هي ما قدرت تعمل هيك، لانه ما في شيء بيقدر يكسرني، ما حتهمني لا هي ولا هو، ابدا ما حيهموني. اعتبرته الناس مش موجودين بحياتي، ما لهم وجود، ومش مش ناس مثل هول بدهم ياثروا فيه ووقفوا حياتي. صارت حادثه اوكي، مرات بتضايق، مرات بتعب نفسيا، يعني في مرات بتجي بتقطع علي مراحل كثير بتعب. لما بيجي مثلا عيد الام انا ما بحب اقعد اظهر لبرا، مشان ما في شيء يذكرني بهذه المناسبه. تحقد عليها او سمحتيها؟ لا لا ولا مره سامحتها، ولا مره حنقدر نكون ام وبنتها لو قد ما مرق الزمن، يعني قد ما قطع. ولا ما فيها بتقدر، في اشياء ما بتقدر تسامح فيها. بس انا بقول يمكن لو الله بعث لي زلمه غير هيك، لانه جوزي كثير منيح، يمكن كنت حقعد عليها وحاتمنى لها الاذى لو كان جوزي مش منيح. قعدتوا والتقيتوا انت وياها؟ ايه. حكيتيها بالحادثه؟ لا، بس هي عرفت انه انا ما بدي اسلم عليها، والتقيت انا وياها فما عم تسلمت عليها ابدا. اي حوار دار بيناتكم؟ ما دار بيناتنا ولا حوار، لانه قعدت وفلت وما حكيت ابدا معها ولا اي كلمه. ما في شيء، ما في حوار، ما في شيء بدور بيني وبينها، لا هلا ولا بعدين. بس خلص تعلمت منها درسين مش درس واحد، كيف عامل بنتي وصهري بالمستقبل، وكيف عامل جوزي. يعني اللي كنت شوفه كيف بابا كان يتعامل فيه انا هلا ما بعامله لجوزي، وبنتي بكره بس تكبر تعلمت كيف بدي احافظ عليها وعلى خطيبها وعلى جوزها ان شاء الله. هي كثير خسرت، لانه هو ما حياخدها، وبعد هالشيء حيحتكرها، ما حيقعد يحترمها، وخسرت بنتها، خسرت كثير. انا خسرت شخص ما بيعني لي، كل بنت بتخطبه بتترك، في اشياء بتتعوض. وعلاقتها مع خطيبك كانت علاقه عابره وانتهت هون؟ اكيد بدها تنتهي، لانه اكيد ما في شاب حيحب
مرة قد من جيل اخته او من جيل امه او وانا بالنسبه لي كان بالعكس، مبروك عليهم يتهنوا ببعضهم. انا بقول انه الله بيحبني، لو ما بيحبني كان بلاني اكثر بقصه اكثر، كان يمكن صار عندي منه اولاد لاكتشف هذا الموضوع، كنت بدي اصير التزم فيه باولادي، بس الحمد لله اللي كانت على الاول. كل واحد راح بحاله، بس اكيد هي اكثر شخص خسرانه. شكرا لك ميرنا. ميرسي.